السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا دفعة 163. إن شاء الله السنة دي أشوفهم كده ضباط صف قد الدنيا بإذن الله. يا رب كل نفسه في حاجة حقيقة إن شاء الله. عشان ما أطولش عليكم في الفيديو، الحلقة بتاعت النهاردة هتتكلم عن إيه الحاجات اللي هتاخدها معاك أنت ورايح تسحب الملف، وهتكلم عن أهم النصايح. تمام. في اليوم ده بالذات هتخلي بالك منها. ماشي يا رجالة. بس قبل ما اتكلم عن موضوع النهارده، لو انت يا صاحبي مش مشترك في القناه، اشترك في القناه حالا وفعل زر الجرس وتابع معايا كل جديد. لو في عندك اي سؤال يا صاحبي، عندك اي استفسار، سيبه لي في الكومنت وانا برد على كل الناس. الحاجه الاولى، ايه الاوراق اللي انت تاخدها معاك انت ورايح تسحب الملف؟ بص، هتاخد معاك الشهاده اللي انت طبعتها، الورقه اللي انت طبعتها من على الموقع، فيها الامضه بتاعتك وامضه ولي الامر. ما تنساش دي اول حاجه تاخدها معاك. الحاجه التانية تاخد معاك الشهاده الاعداديه. تمام. لو انت مش معاك الاصل ممكن تجيب صورة بطبق الاصل، مفيش اي مشكلة خالص، بس ركز على الشهادة الاعدادية. والحاجة التالتة وهي البطاقة الشخصية بتاعتك اللي انت سجلت بيها على الموقع، تاخدها معاك. ماشي يا رجالة، محدش ينسى الحاجة يا جدعان، محدش ينسى حاجة من الحاجات اللي انا بقولها دي. ماشي. الحاجة الرابعة واللي هتاخدها معاك واللي هي ايه، مبلغ من المال. يعني هو مبلغ اصلا سحب الملف 300 جنيه 350 في الحدود دي يعني. فانت هتاخد معاك بزيادة عشان مواصلاتك بس ومصاريفك مش اكتر، لان انت هتروح بدري. تمام. فهترجع متاخر شويه عشان بس العساكر هناك بيرخموا، والضباط الصف برضو بيرخموا عليكم يعني شويه وكده. فدي الحاجات اللي انت تاخدها معاك. طب ايه هي النصايح؟ بص يا غالي، اول نصيحه وتخلي بالك منها، تمام، لازم تكون حالق شعرك. في ناس كتير بتقول لي، طب ناس كتير والله بتسالني، طب هو الشعر لازم احلق شعري ومش عارف ايه. بص، ده لك انت، اصلك انت بيجي عسكري كده بارد ويقول لك ايه، برضو ده منظر واحد جاي يقدم على معهد ضباط الصف، منظر واحد يبقى صف ضابط فيعمل لك مشاكل. تمام. فانت تحلق الدقن وتحلق الشعر عشان بس محدش يدقق عليك ومحدش يحطك في القائمه معاه. لانك انت لو اتحطيت في القائمه هيكدرك، هو هيخليك تقعد اخر واحد، مش هيتعبك في اليوم بتاعك، اليوم اصلا ممل، فهيتعبك اكتر. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. تمام يا رجاله. كل الموضوع بس انك انت اول ما تروح تسحب الملف تكون حالق شعرك ودقنك. تمام. عشان بس محدش ايه يرخم عليك هناك. ماشي. الحاجه التانية انك تروح بدري. لازم تروح بدري عشان تمشي اسرع. طبعا كل ما تروح بدري كده بياخدوا مثلا كده بيعدوا 50 واحد جاهزين دلوقتي يروحوا يسحبوا ملفاتهم، يقعدوا مثلا شويه بعد التقديرات يعني وكده، تروح ماشيين. ماشي. فانت برضو لازم تروح بدري. يعني اهم حاجه انك انت تنام بدري طبعا عشان تعرف تصحى بدري وتروح الميعاد بتاعك. ماشي يا رجاله. ده الموضوع اصلا موضوع سهل وبسيط، مفيهوش اي حاجه خالص. بس انت يا صاحبي ركز في الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي. الشهاده تكون مختومه ختم النسر لو انت مش معاك الاصل. تمام. والحاجه التانية، لو انت الورقه اللي انت طبعتها دي مش مختومه مش ممضيه من ولي الامر، لا فانت تمضيها عشان برضو محدش يرخم عليك. والبطاقه بتاعتك. تمام. وعندك انت مبلغ من الفلوس قلت لك عليه طبعا، دول يا جماعه تاخدوهم معاكم. واهم حاجه تكون حالق شعرك ودقنك. تمام. والحاجه الثالثه واللي هي او الحاجه الخامسه واللي هي الاخيره، واللي هي انك انت تنام بدري عشان تروح بدري الصبح. ماشي يا رجاله. الفيديو اللي جاي هتكلم فيه عن الكشف الطبي الخاص بمعهد ضباط الصف، وايه اللي هيحصل معاك وانت داخل المعهد ده. ماشي يا رجاله. ركزوا معايا بس وفعلوا زر الجرس واعملوا اشتراك للقناه اهم حاجه، واعمل لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. لو في عندك يا صاحبي اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبه في الكومنت وانا هرد على كل الناس. لو عايز الرقم الشخصي او رقم الواتس، تمام، سيبه لي، اطلب مني الرقم وانا هسيبه لك عادي، مفيش اي مشكله خالص. ماشي يا رجاله. بالتوفيق ليكم يا دفعه 163. ان شاء الله السنه دي كده اشوفكم ضباط صف قد الدنيا، وبعون الله هيكون على ايدي انا، بعون الله هشوفكم كده معلقين الشرط على ايدي ان شاء الله يعني. ربنا معاكم يا رجاله. بالتوفيق دفعه 163. بالتوفيق.